صباح الخير يا خالد. حبيبي يا زيزو، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك وازاي ازيك؟ الحمد لله. سلام كويس. الحمد لله. هو انت رايح تشتري الحمام؟ يا حبيبي. الحمد لله. اللهم بارك اللهم بارك. تعالى كده شوف كده الحمام كده. دول رجاله الخمس تجواز اللي كنا عرضناهم من 3 ايام. اللهم بارك. الحمام ده دلوقتي مسافر كفر الشيخ. اللي مسافر له يعني غيرنا قص منهم من الخمسه، عملناهم ان شاء الله بساط. هم كانوا 5 زواجل، خليناهم 4 زواجل وجوز ان شاء الله بزاط دي. بصوا يا رجاله شكل الحمام عامل ازاي وفورمه الحمام عامله ازاي. طبعا يعني انا زهقت من قصه النصب، يعني يوميا والله العظيم 3 بشوف بوستين وثلاثه. يا جماعه ده نصاب خد مني 4000، يا جماعه ده نصاب خد مني 3000، يا جماعه ده نصاب خد مني 5000. يعني انا بس مش عارف ليه يا جماعه الناس تبعت فلوس لحد له مصدر ثقه ولا تعرف شكله ولا تعرف اي حاجه عنه لمجرد ان هو صور حمام. لا عمرك شفت له عشه ولا شفت له سلاكه ولا تعرف مكانه ولا تعرف له بيت ولا الكلام ده كله. والله يا جماعه 4000 و5000 و3000 يوميا. يعني انا البوستات كده اللي بتيجي قدامي كده قدرا يعني. طيب دي مش مشكلتنا، انا بقى مشكلتي حاجه ثانيه. الخمس تجواز دول كان حصل موقف ظريف جدا معايا، عايز احكي لكم عليه لان دي بصراحه حاجه بتزعلني. انا لو بعرض حمام يا جماعه، انا مثلا بيجي لي بسم الله الرحمن الرحيم واحنا بنسكن الحمام كده هنتكلم. انا مثلا ايه بعرض الحمام وليكن مثلا بيجي لي على العرض مثلا 100 مكالمه 150 مكالمه ومكالمات ورا بعضها بعد العرض على طول مباشره. طيب اول ما عرضت الحمام جالي تليفون من حد محترم، يعني حد كبير في السن مثلا يعمل له 45 50 سنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا وليد؟ ايه يا كبير؟ والله انت كنت عامل عرض 5 اصول زواجل. قلت له، قال لي طب موجود كذا وكذا وكذا عندك؟ قلت له موجودين. طب استاذنك كمان دول عليهم يبقى حساب كام؟ يبقى حساب كذا. مفيش مشكله. طيب انا في الشغل المغرب بالظبط هبعت لك حساب الحمام وتشحنه لي ان شاء الله بكره. فقلت له حاضر، يعني خلاص اكتب عليهم تم البيع. قال لي يا باشا عيب وانا عيل صغير يا باشا، انا كلمتي واحده وكلمتي سيف ومش عارف ايه. للاسف يعني انا من الناس حتى القليله لما حد بيقول لي حاجه زي كده فانا بكون ملتزم جدا 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 معاه بالكلمه اللي انا قلتها له. قلت له خلاص يا باشا، يعني واحد بيقول لك عيب يا عم ايه اللي انت بتقوله ده وانا عيل صغير ماشي، فانا بكون ملتزم جدا بالكلمه اللي انا قلتها له. قلت له عم خلاص يا كبير، انا حالا دلوقتي هكتب على العرض تم البيع تمام، وان شاء الله المغرب هنتظر حضرتك عشان تحول فلوس. قال لي بص اذان المغرب انا اخرج من الشغل هحول لك المبلغ كامل على انستا باي. قلت له تمام مفيش مشكله ماشي. المهم جه المغرب، قبل بقى ما المغرب يعني الكلام ده مثلا من بعد الظهر لحد المغرب، والله يا شباب انا جالي كميه تليفونات على الحمام ده لا تعد ولا تحصى. يعني اكتر من 100 تليفون على ال5 اصول دول ماشي. حد عايزهم طب ادوهم لي طب بتاع، وانا طبعا بعتذر بقول له ايه معلش الحمام اتحجز والحمام اتباع. هو هل انا كده يعني انا اللي وحش؟ لا يعني لحد كده انا تمام. المفروض ان انا بقى هنتظر المغرب. الاستاذ اللي قال لي ان هو يبعت لي الفلوس. المغرب جه العشاء جت، احمد قال لي وليد انا زهقت من التليفونات بتجيلي كتير على ال5 اصوص. قلت له احمد والله يا ابني اشتراهم هو دلوقتي اقول لك رن عليه. المهم ارن يا شباب مره واثنين وثلاثه واربعه ما يردش عليا. طيب هو هل انا مثلا برن عليه لان انا عويل في بيعتهم ولا حاجه ولا مش مطلوبين؟ لا طبعا، انا بقول لك جالي كميه مكالمات لا تعد ولا تحصى. انا اللي بيزعلني ايه بقى؟ ان انت ما دام مش عايز العرض او مش عايز الحمام، انت ليه بتربط الحمام؟ سيبك بقى مني انا، يعني انا مش فارق معايا بيع من شراء، مش فارق معايا. انت ليه بتربط الحمام؟ ما بتسيبش حد تاني غيرك يستفيد بيه ليه؟ يعني انا مثلا بيكلمني ناس يقول لي طب انا ساعه وارد عليك، اقول له طب انا هنتظر حضرتك ساعه. تلاقيه والله العظيم ساعه ويرد عليا ايه يا وليد انا خارج من البلد اهوت انا جاي لك استلم الحاجه، او يرن عليا والله معلش انا بعتذر لك انا مش جاهز اليومين دول فاتصرف في الحمام. بحترمه جدا جدا جدا. تفتكر يعني ده افضل بالنسبه لي انا ولا اللي قاعد ما يردش مثلا عليا 5 و6 مرات وربط لي الحمام؟ طبعا حركه فيها منتهى قله الذوق وحركه بتضايقني جدا. يا عم اسالني على الحمام واسالني على سعر الحمام واعمل اللي انت عايزه. هتشتري مش هتشتري ده بالنسبه لي مفيش فيها مشكله. يعني انا مش عارف مثلا اصدقاء الصفحه او اصدقاء القناه او حبايبي واخواتي علشان مساله بيع وشراء بس، لا. ما انا في ناس بتكلمني تسال عليا، انا بتصل بناس اسال عليها، بتكلمني تسالني في حمام، تسالني في امراض، تسالني في ادويه، مفيش مشكله خالص. طيب سالت الحمام مش مناسب معاك في السعر، قول لي والله ده مش مناسب معايا انا عايزه بكذا.
سالت والحمام مش ماشي معاك، قول له انا معلش مش عايز العرض ده النهارده، ان شاء الله لما ربنا يسهل في عرض تاني ابقى اخدهم ماشي. بس ما تربطش الحمام وما تعلقش الحمام. ليه بقى؟ لانه ربما واحد تاني عايز يستفيد بالحمام، عايز ياخد الحمام، انت حرمته من انه ياخد الحمام، وربطت لي الحمام يومين ما قدرتش ان انا ابيعه. طبعا الحمام بمجرد ان جت العشاء رن 5 مرات انا ما ردتش، بعدها على طول اول تليفون يبقى ال5 تجواز تمام احول لك الفلوس. والله يا رجاله الموضوع ما خد اقل من دقيقه اشترى 5 تجواز وبدلت له جوز وعملت له مكانهم قص شقلباظات. الموضوع بسيط جدا، بس انك ما تردش عليا دي فيها قله ذوق من حضرتك. حبايبي يا رجاله انا حبيت والله اقول لكم بس الموقف واللي حصل مع ال5 تجواز. صباح الفل، ورايحين ان شاء الله ريحه كفر الشيخ، ربنا يبارك له فيهم. حاجه مهمه جدا بنعملها، بنكتب طبعا اسم الزبون والعنوان والبلد ورقم التليفون، بنمليه رقم العربيه، رقم السواق، بنخليه يتصل على السواق عشان نتاكد ان الرقم معاه خلاص. بنساله الشحن كام عشان نتفق له منين، عشان لما يروح هناك ما يترخمش على الزبون. مش هنبيع طبعا زبون لسواق ولا حاجه، السواقين كلهم ناس محترمه وكل حاجه، بس بنتفق معاه من هنا كل اجره بيتاخد كرسي. يعني مثلا اجره ب 30 بياخد 30، اجره ب 40 بياخد 40، اجره 70 بياخد 70. حبايبي الرجاله صباح الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.